بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أن أكلمكم اليوم حول الكتاب والقراءة والمطالعة. فما هو الكتاب وما القراءة والمطالعة؟ الكتاب يهذب ويزين ويحسن ويعلي مستوانا ويملأ قلوبنا بمحبة الحياة التي نعيش فيها ويحد عقولنا ويشغل أدمغتنا حول الفكر. والقراءة نور فوق نور القمر وضياء فوق ضياء الشمس وتغطي العقل بحلة من حلل المعارف. القراءة غنى إذا تصبح فقيرا وقوة إذا تغدو ضعيفا ورحمة إذا تقنط منها ونور إذا تصاب بالظلام. وهي سفينة تعبر بك من الماء المالح إلى الماء الذي هو مملوء بالأفكار العذوبة. وفي الحياة سر لا تستطيع تفشيه إلا بالتعبير وهو بالقراءة، والسر هو المعرفة. وفي الحياة كنز لا تستطيع استخراجه إلا بقراءة كنز الدقائق لأنه كنز المعرفة. وأعني بالقراءة التي يترقى بها القارئ لا القراءة التي تنفذ بعد قليل. القراءة تؤدبك وتعلمك كسب الفصاحة والبلاغة اللتين تصاحب بهما العلماء والأدباء والعباقرة والمفكرين، وإلا فتعد من الجهال وحثالة الناس والهمجيين. القراءة تجعل الفقير صاحب ثروة فكرية لا تعد ولا تحصى ولا تكال بمكيال ولا تقاس بمقياس ولا توزن بميزان ولا تخمن بتخمين. وما أهدأ المطالعة فهي تنثر الأزهار الفكرية على المفهوم وتشرح صدرك وتحب أن تزيدها. وكم من وجه بشع جعلته المطالعة قابلا للرؤية، وكم من غبي شحذت المطالعة عقله حتى الناس بدأوا بالتوجه إليه. ومثل المطالع الذي يستخرج اللآلئ الفكرية بالمطالعة من الكتاب كمثل السابح الذي يغوص في الماء ويستخرج الجواهر واليواقيت بالغوص من البحر. فكما الحرب العسكري لا يمكن بغير سلاح ومجادلة، كذا الحرب الفكري لا يمكن بغير قراءة ومطالعة. وكيف لا؟ لأن المطالعة من أدل العلامات على شحذ العقل في ساحة الفكر. فيا أحباب، المطالعة التي بسببها عاشت أسماء العلماء الذين قضوا منذ زمن بعيد ولكن أسماءهم تتردد على ألسنة الناس. القراءة ترفع المجتمع تفكرا وتورث أبناءه فضلا وعلما وحلما، وإنها تبعد الأمة عن الضعف وتمنعها من أن تسير كسير السلحفاة وتسرعها بأن تسير كسير الثعلب. وبالمطالعة يترقى المجتمع ويصبح الجبان شجاعا والكسول نشيطا والمهمل مهتما والمستطرف مستغرقا. ولو تقرأ بغير مطالعة ستتزلزل في القراءة، فإذا تزلزلت في القراءة فلا تستوعب الكتاب كل الاستيعاب. وكم من شعوب كانت مهملة حتى غادرها بعض الرجال فنالوا أثر المطالعة لإنهاض الأمم وبدأوا يطيرون في هواء الفكر بأجنحة المطالعة. فيا أحباب، فما أكثر الكتب وأطولها، فعلينا أن نختار الكتاب الذي يجدد الفكر ويرغب على الأمل ويعلمنا الأدب ويسهل علينا تفهيم العلل. وأنا أختار الكتاب الذي فيه بستاني وروحي ومنه السمير النفسي والنديم، يسالمني وكل الناس حرب ويسليني إذا عرت الهموم، ويحيي لي تصفه صفحتيه كرام الناس إن فقد الكريم. وبعكسه الكتاب الذي يجمع صنوف الرذائل والحكايات الكاذبة ويذكر فيه أديب الغيرة والحياة ضرره أكبر من ضرر الحية التي تلدغ أحدا فيموت، لأن ضرر الحية يزيد الناس عبرة، وأما ضرر ذلك الكتاب الموصوف يزيد الناس رغبة.
فالناس يحتاطون من ضرر الحي ويرغبون في ضرر الكتاب فيا أحباب الكتاب جليس صالحا وصديق مخلص لذلك يجدر بنا أن نتخيره رفيقا في كل طريق. وأخيرا أقول كتابي لا يباع ولا يعار لأن إعارة المحبوب عار. ما معي غير كتابي صاحب أنا بعت الناس طرا بالكتاب هو خدني هو خلي هو لي سلوة من كل من فوق التراب. أعطني دفترا ودعني وحيدا أعطني دفترا ودعني وحيدا كيف ترجو طول الحياة بعيدا. أغلق الباب وافتح اللوح واقرأ أغلق الباب وافتح اللوح واقرأ لترى عالما وفجرا جديدا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.